أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك لجمهور الأهلي وهارد لك جمهور الاتحاد. طبعا لسه ما خلص شيء هذا الشوط. إن شاء الله المباراة الجاية نستعد، وخاصة حتكون على أرضنا، والنتيجة يعني طبيعية. اليوم 2-1 يعني ما راح شيء. موسمك اكيد الصعيد الشخصي ناجح، كان اثبت في اسمك. الفرصه هذه ممكن تكون نقطه تحول في البطوله، ممكن هذه الفرصه هي كانت تاهل الاتحاد وممكن تعوضها في المباراه القادمه. اول شيء تحكينا عن الفرصه، كان في معك لعيبه فضلت خيار التسديد، كان عبد الله معيوف متقدم. أول شيء طبعا أنا راضي عن نفسي، ما توفقت اليوم. مو شرط إن كل هجمة لازم تكون في الباب. حاولت يعني، عن راضي حتى كيف لعبتها، بس ما ربي ما كتب، وما شفت انا احد جنبي، ومركز في عبد الله معيوف لانه طالع. بس لعبتها وربي ما كتب، ان شاء الله الجاي احسن، لسه ما راح شيء. المباراه النهائيه يعلن عنها في ملعب الملك عبد الله، هذه الامور ما كانت تشكل لكم دافع ان الكل بيلعب في هذا الملعب كاول مباراه، ممكن اول هدف يتسجل كانجازات تاريخيه وارقام؟ اكيد كل لاعب يعني مو بس لعيبه الاهلي والاتحاد، كل لعيبه الدوري السعودي يتمنوا انه يلعبوا في الملعب، خصوصا اول مباراه. ان شاء الله اذا ربي كتب باذن الله حنكون نحن نتوج في الملعب الجديد باذن الله. سؤال اخير، ضغط المباريات تقريبا كل 4 مباريات تلعبوا مباراه، بعد ايام حتسافروا او غدا يمكن الساعه 7 الصباح حتسافروا للعين، هذا الضغط فرق اليوم معاكم في الملعب؟ أكيد طبعا. آخر مباراة تراكتور كانت هامة لنا، يعني قدمنا مجهود يعني مضاعف ضمننا التأهل. إن شاء الله المباراة الجاية نكون فيت أكثر، لأنه الكل عارف مباراة العين متأهلين، ومنه رايحين العين عشان نكسب أو نطلع بأقل الخسائر. بس إنه إن شاء الله حيكون تركيزنا الأكبر في مباراة اليوم. مباراه الاهلي هي لها الاولويه اكثر من مباراه العين. خلاص العين ضمننا الحمد لله التأهل. رايحين نحن طبعا الاتحاد ما حيروح عشان يتهزموا، رايحين نحقق أقل الخسائر، يعني أقل تعادل. كان في نقاش قبل المباراه وبعد المباراه، قبل المباراه هذه انه ممكن في يكون راحه اللعيبه في مباراه العين مع الجهاز الفني، ولا ما تم النقاش هذا؟ لا، ما في شيء طرح من هذا الكلام. كابتن خالد أدرى طبعا، بيشوف أكيد. كابتن خالد والجهاز الفني ومدرب اللياقة أكيد هيشوف، ولا في المصلحة للفريق ولا حيصير إن شاء الله. شكرا. عفوا حبيبي.